الحمد لله خالق المصنوعات وبارئ البريات ومدبر الكائنات ومعرف الألسنة الناطقات ومفضل لغة العرب على سائر اللغات المنزل كتابه والمرسل رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين بها تنويها بشأنها وتعريفا بعظم محلها وارتفاع مكانها. أحمده أبلغ الحمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله اللطيف الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أهل بيته وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام فضائية. وما زلنا في مقال الأستاذ إسماعيل المختار في الصراع اللغة العربية في داخل وخارج البرلمان الإريتري، وذكرنا الصحف التي كانت تصدر باللغة العربية. قلنا جريدة العلم، وكانت تصدر عام 1941 بعد رجوع امبراطور الحبشة هيلي سلاسي إلى عرشه، وجهة الإصدار الحكومة الإثيوبية، وكانت تصدر باللغة العربية والأمهرية. كانت تطبع في أديس أبابا وتصدر أسبوعيا. جريدة الأسبوعية الأريترية تاريخ الصدور شهر رجب 1961 الموافق أغسطس 42. جهة الإصدار الإدارة البريطانية، كانت باللغة العربية والتجرينية. جريدة مجلة الشهر تاريخ الصدور رجب 1363 هجرية الموافق يوليو 1944. جهة الإصدار الحكومة البريطانية، وكانت تصدر فقط باللغة العربية. كانت تصدر في 12 صفحة في قرة كل شهر أفرنجي، لأنه هي مجلة. الجريدة العربية الأسبوعية تاريخ الصدور قرة شوال 1364 هجرية الموافق 7 ديسمبر 1945 ميلاد. جهة الإصدار الحكومة البريطانية. اللغة العربية كانت تصدر في 4 صفحات في كل يوم جمعة، وبعد أن أنشأت حكومة إريتريا الوطنية قد دمجت مع الجريدة تجرينيا الأسبوعية، وصارت جريدة واحدة سميت فجر الحرية، وكان محررها عبد الرحيم أحمد إسماعيل، غير أن تلك التسمية لم تجد قبولا لدى الجهات العليا. فمعنى الحرية يعني فجر الحرية لم تجد قبولا لدى الجهات العليا، فأهملت وحولت إلى جريدة الزمان، ومحررها كان عين نمر تشمر محررا لها بدلا من محررها السابق عبد الرحيم، لأنه صارت لا تسير على ركبهم، فخيروا المحرر المسلم بمحرر نصراني حتى يتماشى مع سياساتهم الاستعمارية والاحتلالية. إذن جريدة الزمان وهي تاريخ الصدور 20 ربيع الثاني 1372 هجرية المرافق 6 يناير 1953 ميلاد. جهة الإصدار الحكومة الإريترية اللغة العربية والتجرينية. الزمان جريدة اسمها الزمان، وكانت تصدر في 4 صفحات مرتين في الأسبوع، في يوم الجمعة ويوم الثلاثاء، ثم صارت تصدر يوميا باللغتين المذكوريتين ابتداء من 29 صفر 1300
1973 هجرية، الموافق 10 نوفمبر 1953، وهي أول جريدة يومية باللغتين في القطر الإريتري. هكذا كانت هذه الجرائد تشهد على وجود اللغة العربية قبل إثيوبيا وبعد إثيوبيا. الاسم الجازيتا الإريترية أي الجريدة، تاريخ الإصدار قرة مارس 1953 موافق 15 من شهر جماد الثاني 1372. جهة الإصدار الحكومة الإريترية باللغة العربية. الاسم صحيفة الأحد، هذه الصحيفة كانت تصدر في 13 ذي القعدة 1377 الموافق أول يونيو 1958. جهة الإصدار الحكومة الإريترية اللغة العربية والأمهرية، كانت تصدر باللغة العربية والأمهرية، اسمها صحيفة الأحد، وكانت تصدر كل يوم أحد، وهي أسبوعية اقتطع لها يوم الأحد من جريدة الزمان اليومية للحكومة الإريترية، وكان رئيس تحريرها هذا النصراني اسمه نمر تشمر. الاسم مجلة المدرسين. مجلة المدرسين تاريخ الإصدار كان في شوال 1378 هجرية الموافق 17 إبريل 1959. جهة الإصدار الحكومة الإريترية اللغة العربية والتجرينية، كانت تصدر مرة واحدة في كل 3 أشهر، وكانت توزع مجانا على المدرسين لأنها هي تابعة للمدرسين. جريدة الوحدة تاريخ الإصدار جماد الثاني 1382 هجرية الموافق 27 نوفمبر 1962 ميلادي. جهة الإصدار الحكومة الإريترية، وكانت تصدر باللغة العربية والتجرينية. طبعا الحكومة الإريترية قبل إلقاء الاتحاد الفيدرالي كانت تسمى بالحكومة الإريترية، وكانت فيدراليا تابعة لإثيوبيا، ولكنها كانت مستقلة اسميا. فهذه الجريدة الوحدة كانت تصدر يوميا، وهي التي حلت محل جريدة الزمان، وذلك بعد إلقاء النظام الفيدرالي وضم إريتريا إلى إثيوبيا قسرا. الصحف العربية الحزبية، تلك صحف عربية كانت تصدر في الحكومات الإيطالية والبريطانية والحكومة الإريترية وحكومة إثيوبيا. وأما هذه الصحف الحزبية وهي تابعة للأحزاب والمنظمات وعددها 9. أولا الاسم صوت إريتريا. صوت إريتريا تاريخ الإصدار حوالي 1364 هجرية الموافق عام 1945. هذه كانت جهة الإصدار حزب الاتحاد مع إثيوبيا، ما يسمى بحزب أندنت أي الاتحاد مع إثيوبيا، وما زال هذا الحزب موجود في أريتريا. كانت تصدر باللغة العربية والأمهرية. وهذه الجريدة التابعة لحزب الاتحاد مع إثيوبيا كانت تصدر في أديس أبابا، وتوزع مجانا، وتقوم بنشر الدعايات لضم إريتريا إلى إثيوبيا. هدف هذه الجريدة صوت إريتريا التي كانت تابعة لحزب الاتحاد مع إثيوبيا ما يسمى أندنت، وكانت تصدر باللغة العربية رغم أنهم مناوئين كما ذكرنا ومعادين للغة العربية حتى يصلوا إلى الجمهور الإسلامي المسلم في إريتريا. كانوا يصدرون هذه الجريدة التي كانت تسمى صوت إريتريا التابعة لحزب الاتحاد مع إثيوبيا باللغة العربية والأمهرية.
وكانت تصدر في أديس أبابا وتوزع مجانا، وتقوم بنشر الدعايات لضم إريتريا إلى إثيوبيا. صوت الرابطة الإسلامية الأريترية، تاريخ الإصدار 4 ربيع الثاني 1366 هجرية، الموافق 25 فبراير 1947 ميلادي. وهذه كانت تابعة لحزب الرابطة الإسلامية، هذا الحزب الذي كان يدعو للانفصال ومن أو عدم الاتحاد مع إريتريا، وكان يطالب بالاستقلال. الجريدة اسمها صوت الرابطة الإسلامية الأريترية، تاريخ الإصدار 4 ربيع الثاني 1366 هجرية، الموافق 25 فبراير 1947. جهة الإصدار حزب الرابطة الإسلامية، المالك لها كان بشير عثمان بشير، والمحررون ياسين محمد باطوق، محمد عثمان حيوتي، ثم محمد عمر قاضي، ثم محمد سعيد محمد، كانوا يحررون هذه الجريدة، جريدة صوت الرابطة الإسلامية الإريترية. هذه الرابطة الإسلامية التي كانت تدعو للاستقلال عن إريتريا، عن إثيوبيا، وعدم الوحدة معها، كانت تصدر هذه الجريدة باسم صوت الرابطة الإسلامية الإريترية، وتاريخ الإصدار 4 ربيع الثاني 1366 هجرية، الموافق 25 فبراير 1947. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء في برنامجكم في شرف العربية بعد فاصل قصير، ونواصل ما انقطع عن الحديث. وكنا نتكلم عن الصحف والمجلات التي كانت تصدر في إريتريا من قبل الحكومة الإيطالية والحكومة البريطانية والحكومة الإريترية ثم إمبراطورية الإثيوبية. فتوقفنا في جريدة صوت الرابطة الإسلامية الإريترية، وهذه كانت تصدر في 4 ربيع الثاني 1366 هجرية، الموافق 25 فبراير 1947 ميلادي. جهة الإصدار حزب الرابطة الإسلامية، المالك بشير عثمان بشير. المحررون الأستاذ ياسين محمد باطوق، والأستاذ محمد عثمان حيوتي، والأستاذ محمد عمر القاضي، وثم الأستاذ محمد سعيد محمد. وكانت تصدر باللغة العربية لأن الرابطة كانت تهتم باللغة العربية، فكانت تصدر باللغة العربية. وكانت تصدر أولا كل يوم الثلاثاء في صفحتين، ثم كل أربعاء في 4 صفحات، وهي أول صحيفة للأحزاب السياسية في إريتريا، وهي لسان حال الرابطة الإسلامية بإريتريا. وللكوادر الإسلامية كان لهم دور في إريتريا في إنشاء المنتديات العربية ومنتديات الشعر، سنتناوله مستقبلا في الأدب العربي في إريتريا. وكانوا من الكتاب مع الأستاذ محمد سرور والأستاذ باطوق، هؤلاء كانوا من الأدباء
الإريتريين كانوا يكتبون باللغة العربية في الأربعينيات من القرن الماضي. الجريدة الإثيوبية تاريخ الإصدار 13 جماد الثاني 1366 هجرية الموافق 4 مايو 1947 ميلادي. جهة الإصدار حزب الاتحاد مع إثيوبيا. حزب الاتحاد مع إثيوبيا هذه كانت تصدره في عام 1947 ميلاد. جهة الإصدار حزب الاتحاد مع إثيوبيا، مديرها كان السيد أحمد حسن حيوثي ثم الشيخ سليمان الدين أحمد. وكانت تصدر باللغة العربية والتجرينية، كانت تصدر كل يوم أحد في 4 صفحات، وهي لسان حزب الانضمام إلى أريتريا. وكذلك جريدة نور إريتريا تاريخ الإصدار 22 ذي الحجة 1366 هجرية الموافق 15 نوفمبر 1947 ميلادية. جهة الإصدار الحزب الموالي لإيطاليا. طبعا إيطاليا بعد ما خرجت تركت لها أثر حزبي في إريتريا. واللغة كانت تصدر باللغة العربية والتجرينية لأنه كانت تحلم أن تعود مرة أخرى لإريتريا إيطاليا. وهذه الجريدة نور إريتريا التي كانت تصدر في 22 ذي الحجة عام 1366 هجرية الموافق 15 نوفمبر 1947 ميلادي، وكان جهة الإصدار الحزب الموالي لإيطاليا، كانت تصدر باللغة العربية والتجرينية، وكانت تصدر كل يوم سبت أسبوعيا في 4 صفحات. الاسم جريدة إريتريا الحرة تاريخ الإصدار 12 رمضان 1368 هجرية الموافق 8 يوليو 1949. جهة الإصدار حزب إريتريا الجديدة، مديرها كان حسب الله عبد الرحيم. هذا الحزب اسمه إريتريا الجديدة، وكانت تصدر باللغة العربية والتجرينية. حزب جريدة إريتريا الحرة كانت جهة الإصدار هي حزب إريتريا الجديدة، ومديرها حسب الله عبد الرحيم، وكانت تصدر باللغة العربية والتجرينية، كانت تصدر في 4 صفحات، وهي لسان حزب إريتريا الجديدة. جريدة وحدة أريتريا تاريخ الإصدار 10 ربيع الثاني 1369 هجرية الموافق 28 يناير 1949 ميلادي. جهة الإصدار الكتلة الاستقلالية، كان يديرها ولد آب ولد مريم، رغم أنه ولد آب ولد مريم كان من المتحمسين للنصرانية في إريتريا، ولكنه كان يتبع للكتلة الاستقلالية. محررها حسب الله عبد الرحيم. اللغة العربية والتجرينية، كانت تصدر في كل يوم السبت أسبوعيا في 4 صفحات، ثم يوم الأربعاء، وهي لسان حال الكتلة الاستقلالية التي كانت تدعو لاستقلال إريتريا. جريدة الاتحاد والتقدم تاريخ الإصدار 2 جماد ثانية عام 1371 هجرية الموافق 28 فبراير 1952. جهة الإصدار حزب الرابطة المستقلة، مديرها محمد عمر القاضي،
وكانت تصدر باللغة العربية والتجرينية. كانت تصدر أسبوعيا ب4 صفحات، وهي لسان الحالة الفيدرالية الإريترية والإثيوبية. جريدة صوت أريتريا، تاريخ الإصدار محرم 1372 هجرية، الموافق سبتمبر 1952. جهة الإصدار حزب الرابطة الإسلامية. كذلك كان هنالك صوت الرابطة الإسلامية، ولكن هذه جريدة صوت أريتريا. وجهة الإصدار كان حزب الرابطة الإسلامية، مديرها السيد أحمد حسين حيوتي ثم صالح محمود. كانت تصدر باللغة العربية والتجرينية. كانت تدافع عن الدستور وعن القرار الفيدرالي للأمم المتحدة. جريدة الاتحاد، تاريخ الإصدار 1373 هجرية، الموافق 1954. جهة الإصدار شبان حزب اتحاد إريتريا وإثيوبيا. شبان حزب اتحاد إريتريا وإثيوبيا. كانت تصدر باللغة العربية واللغة التجرينية. كانت تصدر كل يوم الخميس، وكان مديرها جبر سلاس جرازة. إذن هنالك الصحف الدينية والثقافية والتجارية، وعددها 4. مجلة أسمرة الثقافية. مجلة أسمرة الثقافية، تاريخ الإصدار رجب 1366 هجرية، الموافق يوليو 1947 ميلادي. صاحبها كان اسمه محمود أحمد رابعة. كان صاحبها محمود أحمد رابعة. الاسم مجلة أسمرة الثقافية. وكانت تصدر باللغة العربية. وهذا دليل كما ذكرنا من قبل أن جذور أريتريا، جذور اللغة العربية في إريتريا عميق جدا. وهذه الجريدة مجلة أسمرة الثقافية التي كانت تصدر في تاريخ الإصدار رجب 1366 هجرية، الموافق يوليو 1947 ميلادي. صاحبها محمود أحمد رابعة. كانت تصدر باللغة العربية. كانت تصدر شهريا في 16 صفحة باللغة العربية فقط، وهي أدبية وثقافية وتاريخية. معناها كان لها روادها كان يقرؤونها. فهي كانت تصدر، هي مجلة كانت تصدر شهريا. معناها كانت ثرية بالموضوعات الأدبية والثقافية. النشرة، جريدة النشرة، جهة الإصدار الغرفة التجارية الإريترية، تاريخ الإصدار 1370 هجرية، الموافق 1951 ميلاد. هذه اسمها جريدة النشرة. وجهة الإصدار هي الغرفة التجارية الإريترية في ذلك الوقت، يعني قبل إنهاء الاتحاد الفيدرالي وضم إريتريا إلى إثيوبيا مرة أخرى إلى التاج الإثيوبي. وتاريخ الإصدار لهذه النشرة كان عام 1370 هجرية، الموافق عام 1951. كانت تصدر باللغة العربية والتجرينية والإيطالية والإنجليزية. وكانت تصدر مرتين في الشهر. هذه الجريدة اسمها النشرة، كانت تصدر باللغة العربية والتجرينية والإيطالية والإنجليزية. كانت تصدر مرتين في الشهر. المجلة الاقتصادية الأريترية، تاريخ الإصدار كان عام 1370 هجرية، الموافق
عام 1951 ميلادي، وكان صاحبها توما مديني الإيطالي. اسمها المجلة الاقتصادية الأريترية، وكانت تصدر باللغة العربية والإيطالية والإنجليزية، يعني ب3 لغات. الاسم مجلة المنار. تاريخ الإصدار 12 ربيع الأول 1374 هجرية، الموافق 8 نوفمبر 1954 ميلادي. صاحبها صالح عبد القادر بشير برحته. كانت تصدر باللغة العربية، جريدة أو مجلة اسمها المنار. تاريخ الإصدار 12 ربيع الأول 1374، الموافق 8 نوفمبر 1954. مجلة المنار كان صاحبها صالح عبد القادر بشير برحته، والتي كانت تصدر باللغة العربية. مشاهدي الكرام، استودعكم الله وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.